وحشتوني فيديو جديد في قناة سماسيمو. عايزة قبل ما ابدأ اقول لكم ان انا بحارب الديك اللي بيدن كوكو كوكو عشان هو انتوا هتسمعوه دلوقتي، بس هو فكرني بحاجة كده، الاغنية اللي بتقول ايه بقى؟ صباح الصباح فتح يا عليم. طبعا صوتي زي القرف، مش عارفة مين اللي بيغنيها، فانا اسفة اللي بيغنيها يعني. المهم في الفيديو ده بقى يعني بجد انا هخطط ليا وهقول لكم على الافكار اللي انا هعملها في الاجازه. بجد الحاجات دي انا جربت منها شويه حاجات كده، يعني غيرت في حاجات كتير قوي قوي، وانتوا لما تسمعوني وتشوفوا التخطيط اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي ده هتعرفوا قد ايه ان هي حاجات مهمه ومش اي حاجات اي كده وخلاص. فالفيديو ده مهم قوي بالنسبه لي على الاقل، هو مهم بالنسبه لي، ولو انتوا سمعتوه وفهمتوه بجد وعرفتوا تخططوا صح معايا هيبقى مهم بالنسبه لكم، لدرجه ان هو بجد ان شاء الله بعد الاجازه دي انتوا تفكيركم هيكون اتغير وحياتكم هتكون اتغيرت 180 درجه. يعني لو انتوا مثلا هنا هتبقوا هنا، فاهمين؟ كل ده بسبب ان انتوا بس خططتوا صح الاجازه وقضيتوا الاجازه صح، ما قضيتوهاش على الكنبه. فقبل ما نبدا عايزه ادي قلبي لكل واحده عملت لي لايك للفيديوهات اللي فاتت وعملت لي سبسكرايب في القناه، عشان انا بجد بعمل الفيديوهات دي عشان خاطرك انت، عشان خاطر ان انت بجد بتشجعيني وانا بجد بحبك قد البحر وسمكته. فوالله بجد انتوا مش عارفين اللايك بتاعكم ده بيبسطني قد ايه، والكومنتات الحلوه بتاعتكم بتبسطني قد ايه، والسبسكرايب بتاعكم ده بيبسطني قد ايه. فانا بصراحه مبسوطه، فمش عارفه لما ببقى مبسوطه كده مش بعرف اقول اي حاجه. فبس كده تعالوا بقى يلا نشوف بسرعه التخطيط اللي انا مخططاه للاجازه والحاجات اللي انا عايزه اعملها وهقول لكم عليها. يلا بينا. اول حاجه عايزه اكلمك عنها وبجد مش هقدر اني اخرها لحد اخر الفيديو هي الجانب الديني. بصراحه مش هقدر ان انا اخره لحد اخر الفيديو عشان خاطر انت مثلا تقعدي تتفرجي عليا، لا يعني لو انت مش همك الجانب الديني بجد في حياتك وفي الاجازه ومش عايزه تصلحي علاقتك بربنا، فمش لازم تتفرجي على الفيديو اصلا، لان لو علاقتك دي بربنا ما اتصلحتش الباقي كله مش هيتصلح مهما تعملي ومهما تحاولي. طيب الجانب الديني ده بقى انا عايزه اكلمكم في كام نقطه كده. لو انت مثلا زي كده وما كانش علاقتك بربنا انت اللي كنت مقصره فيها قوي وما كانتش حلوه، طب حاولي وانا كمان احاول معاكي ان احنا نعمل الاساسيات. ايه هي الاساسيات؟ ان احنا مثلا في الاجازه نحاول ان احنا نتعود، حطوا خط تحت كلمه نتعود على الصلاه. الصلاه هي عاده، على فكره الصلاه عاده. هتقولي طب امال الناس اللي بتقول لازم نحس ومش لازم نحس، انت عمرك ما تحسي بالصلاه دي غير لما تبقي قريبه من ربنا، او لما يكون في حاجات بينك وبين ربنا انت مثلا بتعمليها، فربنا يكافئك بان هو يخليكي تحسي بلذه الصلاه دي. عشان بس المسميات ومحدش يضحك عليكي، وما دام ما بتحسيش بالصلاه فما تصليش، والكلام اللهبل ده كله. طيب فدي اول حاجه هي الصلاه، نتعود على الصلاه، نجعلها عاده يوميه 5 مرات في اليوم. اول ما اسمع الاذان اقوم على طول اتوضى واصلي. في اول يوم، تاني يوم، اول اسبوع حاسه ان الدنيا صعبه معايا، بس بعد كده هحس ما بقتش صعبه زي الاول، بعد كده هحس ان هي عاده، بعد كده بقى ربنا يبدا يكافئني، ابدا افهم اكتر عن الصلاه. مش لازم تصلي وانت فاهمه كل حاجه عن الصلاه، معلش انت مش بتعرفي تصلي صح خلاص صلي صح، لكن يعني عايزاكم تفهموني بس، اللي هو انا ما اقعدش اقول انا النهارده مش حاسه ان انا مودي كويس فمش هصلي، لا يعني لازم تصلي يا حبيبتي، لازم تصلي. طيب يعني مثلا برضو الناس التعبانه لما تيجي تقول انا تعبانه فمش هقدر اقف فمش هصلي النهارده، ربنا مثلا مديك رخصه انك انت تصلي حتى لو نايمه بعينك، فشوفوا ربنا، يعني الصلاه دي مهمه قوي. فانا بصراحه في الاجازه عشان انا مقصره برضو في الصلاه هحاول على قد ما اقدر ان انا التزم بالصلاه، وحابه كمان ان انت تلتزمي معايا بالصلاه. طب تاني حاجه مثلا في الجانب الديني ممكن نعملها هي ايه؟ تاني حاجه في الجانب الديني ممكن ان احنا نبدا نحفظ قران، حتى لو صفحه او نص صفحه في الاسبوع هيقربك جدا لربنا، بجد هيقربك جدا، وخصوصا لما تحسي ان انت بداتي تحفظي جزء مثلا كامل على بعضه فتحسي ان الدنيا سهله قوي. عايزه اقول لكم على حاجه ثالثه كده في الجانب الديني، خلي ما بينك بقى وبين ربنا حاجه كده صغيره تعمليها كل يوم غير الفروض اللي مفروضه عليكي، وغير حفظ القران، او انك انت مثلا تتعلمي قراءه القران صح، لان ده فرض عليكي اصلا، فرض ماشي، فرض انك تتعلمي قراءه القران صح. حاجه تانية، خلي في حاجه تانية مثلا تصلي ركعتين كده قيام ليل كل يوم، هتحسي ان انت ملكه بمعنى الكلمه. والله عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم في حاجه اتعلمتها طبقتها على طول وحياه ربنا،
ربنا استجاب لي الدعوه في نفس اللحظه. انا ببقى يعني كنت مذهوله. انا هبقى اطلع احكيها لكم لان انا بجد هي كان دعاء كده وانا بصلي المفروض بقوله، وحياه ربنا وحياه ربنا وحياه ربنا وحياه ربنا الدعوه اتحققت في نفس اليوم. بس انا كان في حاجه وانا بدعي ربنا كنت بقول له كاني بدعي حاجه كانها مثلا اتحققت خلاص يا رب، انا واثقه ان انا هروح الاقي 1 2 3 حاصل. مش بقى يعني دي بقى كانت حسن ظن في الله عالي قوي. فالحمد لله لقيت الحاجه حصلت، الف حمد وشكر بجد. هبقى اطلع احكي لكم كل التفاصيل دي بقى في فيديوهات تاني بس مش دلوقتي. فاول جانب في الاجازه عايزين نصلحه هو علاقتنا بربنا. تاني جانب وهو انا كاتبه كل حاجه هنا عشان ما انساش، هو القراءه. هتقولي ما بحبش اقرا، هقول لك ولا انا والله ولا انا بجد. امال جايبه الكتاب ده ليه؟ عشان بحاول اكتسب عاده جديده، وانا قرات في الكتاب ده لحد صفحه 71. بما اني قرات في الكتاب ده لحد صفحه 71 هقول لكم على حاجه صغيره. ما تحبيش تقراي؟ في قنوات كتير قوي على اليوتيوب بتلخص الكتب، زي قناه الزتونه وزي قناه علي وكتاب. اما بقى القناه المفضله لقلبي وتاخد 10 من 10 ونجمتين 5 نجوم، قناه دوبا ميكافين، دي بتشرح الكتاب. يعني مثلا كتاب زي ده انا بجد قبل ما اجيبه كنت سامعه الشرح بتاعه، مثلا ممكن تشرح لك الكتاب في 5 فيديوهات، كل فيديو كل فيديو مثلا ممكن 30 دقيقه، نص ساعه، ساعه الا ربع. فهي بيشرح لك بجد الكتاب بطريقه بجد ايه، بحب اتفرج عليه بصراحه، بحب اتفرج عليه جدا. وهو اللي حمسني ان انا اجيب الكتاب ده واقراه، لان هو بجد شرحه حلو قوي. هو ناصر، اسمه ناصر. فبصراحه انا هسيب لكم اللينك بتاعه، خشوا اتفرجوا عليه، حلو قوي. اسمها قناه دوبا ميكافين. طيب حاجه تانية بقى ممكن نعملها في الاجازه وهتبقى مفيده لينا جدا، هي ان احنا نكتب يومياتنا. نكتب يومياتنا ازاي؟ يعني مثلا عشان ما نسيبش كل يوم يتكرر. انا بصحى بنام الصبح وبصحى المغرب، اجي بالليل اكتب انا ورايا بكره 1 2 3. 1 2 3 دي ممكن ان انا ورايا هروق الشقه، وده بجد عمل هتاخدي عليه ثواب، خصوصا لو بتساعدي مامتك. فانت لازم تحطي نيه ان انت هتساعدي مامتك مثلا. تاني حاجه انك انت مثلا وراكي كورس عايزه تذاكري له، وراكي مش عارفه ايه عايزه تنجزيه، اكتبي يومياتك واكتبي الحاجه اللي انت هتعمليها تاني يوم، فده هيحفزك اكتر انك انت تقومي وتصحي وتشوفي اللي وراكي ايه وكل الكلام الجميل ده. فكتابه اليوميات دي شيء مهم قوي، ومؤخرا بقيت بعمله فبقيت بستريح اكتر. سامعاكي اللي بتقولي لي طب انا اوقات ما بعملش الحاجات اللي انا كاتباها عشان بيطلع لي مثلا مش عارفه مشوار ضروري، مش عارفه ايه مع الدكتور، مش الحاجات دي كلها اسمه بجد اسمه دلع. اسمه ايه؟ اسمه دلع. ليه بقى؟ عشان طبيعي جدا ان انت مثلا كنت تكوني كاتبه انك وراكي بكره مذاكره الكورس اللي هو عندك الاسبوع الجاي، فيطلع لك مثلا لا قدر الله مع الدكتور، هتعملي ايه؟ هتروحي مع الدكتور عادي، بس يكون عندك بقى كده خلق واسع، ونقوم نحط في اليوم اللي بعده مذاكره اليوم اللي احنا اجلناها النهارده عادي، بدل ما تفضلي قاعده نايمه على الكنبه تصلحي الخطه بتاعتك كل يوم. وده اللي بيعمله معاكي كتابه اليوميات، انك انت بتبقي عارفه يومك مشغول ازاي. طب انا قصرت في دي، لا بكره هصلحه، بحيث ان انا اخرج من الاجازه انا حياتي متغيره على اكبر قدر انا اقدر يعني اعمله. في حاجه كمان عايزه اقولها لكم وهي مهمه جدا، انا استنى عشان انا حاسه ان انا نسيت. بصوا الكتابه بجد بتفرق ازاي، الكتابه بتفرق قوي. هي ان انا اغير ديكور الاوضه اللي انا بفضل مقضيه فيها الاجازه كلها. طبعا كلنا يا اما بيقضي الاجازه على الكنبه يا اما بيقضي الاجازه في اوضته. اقوم واغير واعمل ديكور للاوضه بتاعتي حتى لو بابسط الاشياء. وطبعا انا عامله الديكور في الاوضه بتاعتي، هوريهولكم بجد، هوريهولكم اصلا واصورهولكم واوريكم انا عملت ايه بحاجات بسيطه قوي، زي الحاجات اللي ورايا دي بجد. يعني ده كان ورق انا طبعاه وقصاه، فبصوا بجد عمل شكل حلو. فتخيلوا انتوا بحاجات صغيره ممكن تخلي عينيكوا شايفه حاجه جميله، تبقوا قاعدين مبسوطين بجد. تغيير شكل المكان بيبسطكوا اكتر. فدي برضو حاجه تحطوها في دماغكم ان انتوا عايزين تعملوها. في حاجه انا كنت عايزه اقولها بس انا بجد نسيتها ومش كاتباها. شفتوا بقى اهميه الكتابه بتعمل ايه؟ استنوا ادوني بس القليل من الثواني. افتكرت الحاجه. استنوا، الحاجه هي ان بجد كل وقت بيضيع منكم وانتوا مش بتعملوا حاجه مفيده لما تكبروا بجد. يعني انا هو عندي مثلا 25 سنه، خلاص هتم 26 سنه. لما
تكبروا اكتر واكتر هتحسوا ان انتوا بتندموا على الايام اللي فاتت. هقول لكم ده هتعرفوه منين؟ لما تتفرجوا على ناس ناجحه كتير، ولما تحسوا ان الدنيا بتمشي من حواليكوا، حتى الناس اللي انتوا بتضيعوا عليها وقتكم في التليفون وتقعدوا تتفرجوا، والبلوجر واللي مش عارفه ايه عملت ايه ودي راحت فين وجت منين، دول اصلا بيمشوا في حياتهم وحياتهم بتمشي بالطريقه اللي هم عايزينها. لكن في الاخر اللي بيتضر هو الشخص اللي بيتفرج، اللي هو انت. ليه؟ لان انت بتضيع حياتك، حرفيا بتضيع حياتك على ولا حاجه. فحاول وحاولي الوقت اللي انتوا بتقضوه ده ما يضيعش كده، وحاولوا تعملوا اي حاجه حتى لو بسيطه بجد كل يوم، لان اي حاجه كبيره بنمشيها حته 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 حته، ففي الاخر بتبقى حاجه كبيره وبنوصل لحاجه اللي احنا عايزينها. حاجه كمان تعملوها في الاجازه وانا هعملها معاكم عشان نخس ان شاء الله، هي الجيم. والجيم ده برضو مش للخسسان بس، عموما هو للخسسان، وانك انت تبقي صحتك كويسه والتنفس بتاعك يبقى حلو. عموما الرياضه بجد يا جماعه بتعمل سعاده وانبساط كده غريب جدا، خصوصا الجيمات بتاعت البنات بس بيبقى فيها بقى بيبقى فيها رقص بقى وحاجات حلوه بجد بصراحه بتطلع من مود كده. فانا في رايي انك انت تنزلي جيم على طول. مش معاكي فلوس تنزلي جيم، عادي جدا ما فيهاش حاجه عيب. انزلي اتمشي كل يوم الصبح حوالي نص ساعه، شمي هوا نضيف، قرري روحي لاصحابك، اعملي اي حاجه في الاجازه، المهم ما تقعديش في البيت. حاجه كمان وتعالوا نشوف ايه اللي ناقصنا. ممكن برضو الحاجات اللذيذه اللي تعملوها في الاجازه هي انكم تزرعوا. الزرع بجد حاجه حلوه قوي. قرروا او مش قرروا، جربوا، قصدي جربوا ان كنتوا تزرعوا حاجات حلوه زي الورده بتاعت عباد الشمس، دي لذيذه قوي، اللي هو بنجيب اللب السوري وبنزرعه، ليها طريقه كده، ابقوا خشوا شوفوها. او ان كنتوا مثلا تعملوا حاجه حلوه قوي فوق السطوح بتاع بيتكم، تجيبوا مثلا اكل وكل يوم وتطلعوا تحطوه للطيور اللي بتطير فوق بيتكم. صدقوني دي اصلا هتعتبر ليكوا صدقه، وكمان هتحسسكم كده ان انتوا بتعملوا حاجه مفيده. ففي افكار كتير قوي للاجازه، انا عايزاكم بجد الحاجات اللي انا قلتها دي تجربوها وتعملوها بجد، هتلاقوا ان الدنيا معاكم بتبقى احسن. وعايزاكم برضو تهتموا بالجانب اللي يخليكم تبقوا احسن وافضل من ناحيه مكانتكم في المجتمع ومكانتكم ما بين صحابكم، ويخليك كده ليكي قيمه، هي انك مثلا تبداي تاخدي كورسات في الحاجات اللي انت بتحبيها. زي مثلا لو انت ما تعرفيش اي حاجه مثلا عن اي لغه في حياتك، فده وحش جدا. ابداي اتعلمي انجلش، انزلي خدي كورسات، اتعلمي بالطريقه الصح زي ما قلت لك. مش فاكره انا قلت في اول فيديو ولا لا، بس اتعلمي بالطريقه الصح، اللي هي انا بقالي 16 سنه بتعلم بالطريقه دي فدي وحشه، لا اتعلم بقى بطريقه جديده، اشوف الدنيا الناس بتتعلم ازاي وابدا اتعلم صح، سواء بقى انجلش سواء اي لغه انت عايزاها او حابه انك انت مثلا تشتغلي بيها. وبس ده كان الفيديو بتاع الاجازه، وبيديك جدا كوكو كوكو. يا رب تكونوا سمعتوه كلكم، عشان هو تقريبا من اول ما بدات الفيديو عمال كوكو 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 كوكو. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. وعايزه ادي قلبي لكل البنات اللي بتعمل لي سبسكرايب ولايك للقناه. وبس كده، بحبكم، باي.